أعزائي المتابعين بشماخ الحريف، مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ الأخبار كيف الحال؟ ايش أخباركم؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية. طبعا جمعة مباركة على الجميع. قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويفرحنا بنصرهم في القريب العاجل، ويرحم ويتغمد شهدائهم فسيح جناته بإذن الله. ونكثف الدعاء لوالدتي اللي بفضل دعانا ودعاكم ربنا يشفيها إن شاء الله ويقومها بالسلامة وترجع أحسن مما كانت عليه بإذن الله يا رب العالمين، هي وأمهات العرب والمسلمين. النهاردة هنتكلم باختصار على حصيلة أسبوع التوقف الدولي. اللي حصل كده أخبار سريعة، مش سريعة يعني، هنخش فيها في تفاصيل شوية بالذات عن قارة أفريقيا. طبعا أبرز الأخبار اللي حصلت في الأسبوع ده اعتزال أسطورة التنس الأسباني الماتادور رافائيل نادال سن 38 سنة. على فكرة الراجل ده أنا كنت بحبه جدا كشخصية وكلاعب، كنت من مشجعينه، بالذات الكلاسيكو اللي كان بيتلعب بين رافائيل نادال وروجر فيدرر، وتلاقي المذيع عادل الشطي. كان ماتش من الآخر بصراحة، ماتش استمتع كده 4 5 ساعات، حاجة مفتخرة بصراحة. بصراحة نادال قدم كل حاجة في التنس، عمل كل حاجة، يعني كان إمتاع بالذات في الملاعب الترابية، كان ملك الملاعب الترابية طبعا، وملك بطولة رولان جاروس اللي كان بتقام في فرنسا. طبعا كده روجر فيدرر اعتزل، نادال اعتزل، فاضل لنا الأسطورة طبعا التالتة نوفاك جوكوفيتش الصربي. بصراحة يعني نوفاك لما يعتزل خلاص كده انتهت حقبة كبيرة جدا أسطورية من لعيبة التنس في التاريخ هذه اللعبة. ده بخصوص التنس. بخصوص بيب جوارديولا قاعد على دماغه في الدوري الإنجليزي. الراجل خلاص مضى رسميا عقد جديد مع الفريق السماوي لغاية 2027. قاعد لكم. ده بخصوص جوارديولا. هنتكلم بخصوص دوري الأمم الأوروبية طبعا شفنا ماتشات انتهاء دور المجموعات اللي تأهلوا لدور الربع النهائي. زي ما انتم شايفين كده 8 فرق: المنتخب البرتغالي، فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، الدنمارك، هولندا، إيطاليا، كرواتيا. طبعا الماتشات هتتلعب من 20 ل 23 مارس 2025 بنظام الذهاب والإياب. طبعا زي ما شفنا او زي ما قلنا في الفيديوهات اللي من يومين 3، نتائج تصفيات اسيا كاس العالم. ابرز نتيجة كانت فوز الامارات على قطر 5-0، واقترابها جدا من المركز الثاني اللي بيأهل مباشرة لكاس العالم. العراق مقدمة لغاية دلوقتي تصفيات ممتازة جدا، احتمال كبير جدا نشوفها في كاس العالم. المنتخب السعودي مقدم نتائج كارثية جدا، مش عارف هيحصل ايه في الاخر. ده بخصوص تصفيات اسيا. هنيجي بقى لموضوعنا الاساسي الا وهو قارة افريقيا. قارة افريقيا طبعا شفنا انتهاء دور المجموعات للمتأهلين لكأس الأمم الأفريقية اللي هتقام في 2025 في المغرب، في باستضافة منتخب أسود الأطلس. طبعا أسود الأطلس المنتخب قوي جدا، قوي، تقريبا أقوى منتخب عربي موجود حاليا في الساحة. وزاد على قوته المنضم من يوم جديد لاعب فريق ريال مدريد إبراهيم دياز طبعا خلاص التحق بالمنتخب المغربي بعد ما المنتخب الاسباني خلاص ما استدعاهوش، فراح للمغرب، وخطوة كبيرة جدا بصراحة.
انت دلوقتي عندك المنتخب المغرب ياسين بونو، اشرف حكيمي، يحيى عطية الله، سفيان رحيمي، ابراهيم دياز. منتخب قوي 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 جدا. وحكيم زياش طبعا، ربنا يستر. طبعا هو المرشح الاول لنيل البطوله، وبالذات ان البطوله في ارضه. ابراهيم دياز طبعا زي ما قلنا استطاع انه يحرز هاتريك في اخر ماتش ليه مع المنتخب المغربي، وقبل كده جاب جونين برضه، فجايب تقريبا في 3 أو 4 ماتشات حوالي 5 تجوان. طبعا المتأهلين زي ما انتم شايفين كده لكأس الأمم الأفريقية بعد نهاية دور المجموعات. المنتخب المغربي، بوركينا فاسو، كاميرون، الجزائر، كونغو، السنغال، مصر، أنغولا، غينيا الاستوائية، كوديفوار، جابون، أوغندا، نيجيريا، تونس، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، زامبيا، مالي، كوموروس، تنزانيا، بوتسوانا، موزمبيق، بنين، وأخيرا المنتخب اللي فرحنا جدا لتأهله، المنتخب السوداني. المنتخب السوداني رغم الظروف اللي بيعاني منها البلد كسياسيا واقتصاديا ورياضيا، ما فيش معسكرات، ما فيش اي حاجة، بس قدر يثبت نفسه ويتأهل متصدرا للمجموعة اللي كان معاه في المجموعة غانا كمان يعني، واستطاع انه يتأهل للبطولة. فبصراحة برافو جدا للمنتخب السوداني. ده بالنسبة للمنتخبات اللي تأهلت كأس الأمم الأفريقية. هنيجي لموضوع برضو بارز حصل في القارة الأفريقية، ألا وهو هيبقى يوم 16 ديسمبر 16/12 حفل تسليم جوائز الاتحاد الأفريقي. وطبعا في مرشحين: أحسن لاعب، أحسن لاعب شاب، أحسن منتخب، أحسن فريق، أحسن لاعب محلي، سواء للرجالة أو السيدات. لو اتكلمنا هنبدأ بأفضل مدرب أو المرشحين لجائزة أفضل مدرب زي ما انتم شايفين كده. عندنا مدرب منتخب أنغولا، عندنا مدرب كوديفوار، عندنا مدرب الكونغو، عندنا مدرب جنوب أفريقيا، وعندنا طبعا كولر مدرب النادي الأهلي المصري. لو اتكلمنا على المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في قارة أفريقيا، طبعا عندنا أونانا حارس فريق مانشستر يونايتد، عندنا فوفانا الكوديفواري، عندنا النيجيري نابويل، عندنا ويليامز الجنوب الأفريقي، وعندنا طبعا ابننا العربي مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي بعد الموسم الكبير اللي قدمه الموسم اللي فات. لو اتكلمنا على جائزة أفضل لاعب شاب، عندنا المرشحين طبعا كوناتي من كوديفوار، دياكيتي من كوديفوار، يانكوبا، وعندنا السنغالي لامين كامارا، وعندنا المغربي اللي هو بن صغير. طبعا بالتوفيق للاعب المغربي. عندنا جايزة أفضل لاعب محلي داخل القارة، عندنا 3 عرب. عندنا حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عندنا زيزو لاعب نادي الزمالك، ومصطفى شوبير حارس النادي الأهلي. أعتقد إنها هتروح لحسين الشحات. وعندنا واحد من بوركينا فاسو وواحد من جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا شد حيلها جامد. لو اتكلمنا على نتكلم على ايه كمان، افضل منتخب، جائزة افضل منتخب في قارة افريقيا، المرشحين مرشح عربي وحيد، وزي ما انتم شايفين كده. طبعا المنتخب العربي هو المنتخب السوداني، السودان، كوديفوار، جنوب افريقيا، الكونغو، ونيجيريا. افضل نادي عندنا طبعا النادي الاهلي، وهو اكيد هياخدها باكتساح. طبعا النادي الزمالك،
والترجي التونسي دول العرب، وطبعا سان داونز الجنوب افريقي. عندنا الجائزة الأهم، أفضل لاعب في أفريقيا. أفضل لاعب في أفريقيا زي ما أنتم شايفين كده المرشحين ليها، ترشيحات غريبة والله. إحنا المفروض ما نتكلمش على الجائزة دي. استبعاد الأسطورة الأفريقية والعربية محمد صلاح من المرشحين دي كارثة كبيرة جدا في تاريخ الاتحاد الأفريقي. واحد بينافس على الكرة الذهبية، بينافس على الكرة الذهبية كل سنة أو آخر 3 4 5 سنين. أوكي، هو السنة دي تم استبعاده من ال30 وده ظلم برضه. تيجي تستبعده من جائزة أفضل لاعب أفريقي؟ أنت مين الأفريقي اللي أحسن من محمد صلاح موجود في الساحة حاليا أو آخر 3 4 سنين؟ زي ما انتم شايفين كده المرشحين. طبعا لاعب فريق برايتون أدانجرا، لاعب فريق بروسيا دورتموند جوراسي، عندنا لاعب فريق باريس طبعا أشرف حكيمي، وعندنا لوكمان لاعب فريق أتلانتا من نيجيريا، ولاعب سان داونز ويليامز الجنوب الأفريقي. طبعا أنا شايف إن لوكمان هو الوحيد اللي يستحق إنه يبقى متواجد في القائمة دي السنة دي. طبعا الراجل خد الدوري الأوروبي مع فريقه، جاب هاتريك مع فريقه، مقدم موسم فات كبير جدا مع أتلانتا، فيستاهل إنه يبقى موجود. بس رقم واحد هو محمد صلاح أبو مكة، لاعب كل سنة مستوى ثابت، لاعب كل سنة بينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بينافس على هداف الدوري الإنجليزي. فتستبعده إزاي؟ ده مش منطق خالص. بالتوفيق طبعا لكل المرشحين، وبالذات المرشحين والمرشحات العرب. المغرب هي تعتبر هي ومصر أكتر المرشحين العرب الموجودين. جنوب أفريقيا برضو متقدمة جدا ومتطورة جدا، بالذات مع المنتخب وفريق سان داونز. ده بالنسبة للأحداث اللي حصلت الأسبوع ده. طبعا الأسبوع اللي جاي ده عندنا معمعة كروية كبيرة جدا، يا نهار أبيض. عندنا أول ماتش لأموريم مع فريق مانشستر يونايتد، عندنا قمة في دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي والسد القطري، عندنا قمة كبيرة في دوري أبطال أوروبا وحاسمة ومفصلية بين ليفربول وريال مدريد. طبعا حاسمة ومفصلية لريال مدريد أكتر من ليفربول، وبالذات إن الماتش هيبقى في الأنفيلد، وريال مدريد جاي من خسارتين متتاليتين في البطولة، من ليل ومن الميلان. فريال مدريد لازم هيبحث عن الفوز. طبعا ليفربول مرتاح، وبالذات لو حقق ال3 نقط قدام ريال مدريد هيبقى عنده 5 ماتشات 5 انتصارات 15 نقطة. دي أبرز الحاجات. طبعا عندنا في الدوري الإيطالي الميلان واليوفي، وعندنا مانشستر سيتي وتوتنهام، فمعمعة كروية. كان معكم حسن باشا ماخ من قناتكم باشا ماخ الحريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.